صباح الفل، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ انا ببقى سعيد ومبتهج كده لما بطلع معاكم لايف، لاني بصراحة من الناس اللي بتحب التواصل والتفاعل البصري. آه، حابب اتكلم النهارده عن زوج النفس. زوج النفس، بصراحة هي اغلب المعلومات اللي انا بقولها في جلسات، اغلب المعلومات اللي انا بقولها في جلسات الانوثه والذكوره وجلسات زوج النفس، وهو مش اغلب، في الواقع هي كلها، يعني الشكر لله انا جربتها. ويمكن قلت اغلب لان انا بيجي لي جديد، يعني بصوا يا جماعه، سنه الله سبحانه وتعالى في الكون، وانت بتذكر نعم الله، يعني شغال كده بشكل متتابع، شغال بتجرب مره واثنين وثلاثه، وعمال تشتغل وبتغوص في عمق النظام اللي انت بتفهم اكتر هو بيشتغل ازاي. فالمعلومات درجات. انا بس بشرح لكم انا ليه قلت، لان وانا ماشي اوقات بيجي معلومات ابسط واسهل لو انا كنت عرفتها في اول سكتي وفي رحلتي في موضوع زوج النفس ده، كان الموضوع يبقى اسهل عليا كتير. لان الحياه بسيطه، وخدوها قاعده كده، كل ما انت تمشي في الحياه وعيك لما يتسع هتعرف معلومات اسهل من الاول. طيب نرجع لموضوعنا الاساسي. زوج نفسك هو بيجي نتيجه لاصلاحك لذاتك. يعني اللي بيدور على السعاده بره هيفضل يدور كتير جدا في الحياه. يعني انت هتدور لغايه ما تتعب، زي ما ايدي كده وجعاني عشان ارافع زي ما ايدي كده وجعاني شويه عشان ارافع متمرن كاف امبارح فده وجعاني من التمرين يعني. تمام. اللي بيدور على السعاده بره هيفضل يدور كتير، لان بره هو نتيجه للي جوه مش اكتر. بره هو نتيجه لجوه مش اكتر. يبقى اول خطوه اللي انا بصلح نفسي. اول خطوه بصلح علاقتي علاقتي باهلي، علاقتي ورؤيتي في نفسي على كل المستويات. وده اللي بعمله في جلسات الانوثه والذكوره. يعني ما يجي حد يدور على المحبه وهو بيكره ابوه وامه. يعني انت عايز تجيب محبه ازاي وانت عندك جانب كره؟ ما هيتجلى بزوجك. ما يجيش حد حاسس بالخوف ويدور على الامان في زوجه. البنات بالذات عندها الموضوع ده. حد مش متقبل شكله، تمام، ويروح عايز يلاقي زوج يشوفه اجمل حد الدنيا، لانه طبيعي اسمه زوج النفس، يعني مرايتك. اوكي. طيب سؤال مهم جدا 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 جدا، انا اعرف ازاي الشخص اللي في حياتي ده زوج نفسي؟ السؤال بسيط جدا. الحل هو التعلم، لان انا اتعلم. ويا جماعه ما تخشوش في العلاقات مستعجلين. انا افتكر في وقت من الاوقات، والله زي ما بقول لكم كده، كنت منشغل قوي في فتره اللي انا بدور على زوج نفسي، فوقعت في علاقات بايظه وزادتني. اتضايقت، يعني مش بايظه هم ناس مش محترمه، لا، المشكله كانت فيا انا. اقصده انا كان فيا مشاكل، يعني الوضع باظ معايا اكتر. تمام. وبعدين لما تحررت شويه وادركت ان انا لازم اشتغل على ذاتي، اوكي، اللي حصل فجاه كده لقيت في ناس كتير، لدرجه ان كذا حد يخش يقول لي انا حاسس ان انا اعرفك من زمان، انا حاسس كده. تمام. لان طبعا اغلب الناس بتدور، وده مش غلط، خلي بالك، يعني مش دور ان انت تدور. الغلط النيه اللي ورا التدوير. انت بتدور ليه؟ يعني انت بتدور على زوج نفسك ليه؟ انا بصراحه مطلقه في الاول خالص كنت بدور عشان عايز اخد مش ادي. فاللي ادى لكده اللي انا باظت مني، وسلسله متتاليه من الخذلان والاحساس بالهوان، واقابل ناس يجوا عليا ممكن من سوء ظني مني، ممكن يكونوش هما بيجوا عليا، انا شفتها كده. المهم حصلت لي مشاكل. اول ما تحررت شويه وبدات اركز على نفسي وذاتي، الخيارات بقت متاحه.
عرفت ازاي ان ياسمين زوجتي الحاليه هي زوجة نفسي؟ الموضوع بسيط جدا. اولا ربني، ثانيا خدت الامور بالراحه. يعني انت لما تيجي تعرف ده بنفسك اللي هتاخد قرار. لا يا جماعه، قاعده كده انا كنت حاجه ياسمين شافت الفيديو ده، انا كنت قلت لها تفتكرها. الطبيعي ان يحصل، طالما انا مش مرتبط طبيعي جدا يحصل اعجاب يعني ما بيني وما بين اصدقائي. تمام، اما يبقى عندي اصدقاء اكيد هو بصديقي ده اما خدته صديق لي في الاساس يعني. اوكي، انا لو صديقي ده مش عاجبني خد صديق ليه؟ فدي حاجات ان كومن، ده طبيعي. تمام، فاي حد صديق الى ان يثبت العكس. ومين اللي هيثبت؟ تسيب الامور تمشي بطبيعتها. اعرفوا بعض يا جماعه. يعني انت دلوقتي مقبل على الزواج، حتى لو جواز صالونات انت مقبل على الزواج، اعرفوا بعض، اتكلموا، شوفوا الابعاد، مش بس يعني مش بس العاطفيه ولا الفكريه، لا، الابعاد الروحيه، رؤيتك لربنا ايه، وان ده الاساس يعني للجواز. لو مش ظابط فيه النيه لله ما خلاص بقى باظت. تمام، هيزيدك ضلال. اي حاجه مش لله هزيدك ضلال لغايه ما تفوق من غفلتك وترجع تنتبه. فالزواج طالما هو اصلا في الاساس نيته لله، طب رؤيتك انت لله ايه؟ نتكلم قريب ولا بعيد؟ اوكي، الفكر والمنطق. طب العواطف جت بقى، جت ولا ما جتش؟ اوكي، وصدقوني ده سبحانه وتعالى بيفعل الكون وهو جند من جنوده، والاحداث بتقرب. يعني الموضوع بيحصل تلقائي. يعني اللي يقابل حد انا حاسس باعجاب، بص يجي لي كتير قوي على الرسائل انا حاسه باعجاب، طب اعمل ايه؟ طب هو ما جاش ليه؟ طب انا ما بيجيليش عرسان ليه؟ طب مش عارف ايه. طول ما انت مركز ايه اللي بيحصل بره، طول ما انت مركز ايه اللي بيحصل بره وسايب نفسك من جوه، هيبقى بالظبط 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 حاطط طوق حوالين رقبتك ومدي الحبل للي بره يوجهك. طول ما انت مدرك ان الله هو الفعال لما يريد، وان انت هتلتزم بالايه الكريمه دي، امنوا بالله. بصوا ايه صغيره بس هي الكون كله، امنوا بالله واعملوا صالحا تدخلوا جنات. واقول لك على سر، الجنات هي اليقين. يعني ما هو اليقين؟ اليقين شوف الحاجه رؤيه العين متجليه عندك، فمش هيجي لك اليقين من غير ما تآمن بالله وتعمل صالح فتدخل جنات. تروى كده، ركز ان تدفع اكتر لنفسك ولجسدك وللاخرين. خد النية للزواج، ده شيء طبيعي. خد النية للزواج ده شيء طبيعي، بس اظبطها لله. ولو مش عارف اتعلم، لو مش عارف اتعلم. تمام، وفعلا صدقوني مش هتعرف تاخد العلم من النت. انا كنت لسه شايف استاذ شاهين حاطط بوست امبارح صراحه عجبني جدا، بيقول انت لو مستني اللي انت تاخد العلم من النت والفيس هتستنى كتير، لان هو للتذكره فقط. يعني الموضوع طبعا ليه استحقاق كتير. يعني انت لن تنال البر حتى تنفق مما تحب، ده آية كريمة وقانون كوني. فانت لو ما بذلتش وما طلعتش، وركز معايا في الحته دي بالله، لان اغلب الاصدقاء بيقعوا فيها، وانا في يوم من الايام وقعت فيها، بس اول ما ادركتها يمكن حتى بطلت اسال. يعني بطلت اسال، لا يعني ان لو عندي ضروره اقول لكمش اعملوا كده، بس ركز كده، ركز. سنه الله سبحانه وتعالى في الكون. تعالى ناخد النهر بيجي شتاء، يعني بينزل عطاء اهو من الله عز وجل. ميه الامطار بيبقى فيها حياه. يجي الصيف يبخر الميه، يعني الميه حصل فيها فقد اهو، حصل فقر صح كده. يجي الشتاء الجديد ينزل الميه مشحونه. طب العمليه دي لو ما حصلتش تفتكر الميه هتفضل حيه؟ طب املى عندك حله صغيره كده في البيت، اي حله املاها ميه،
ما تملاهاش لاخرها، سيبها اسبوعين من غير ما تاخد منها، ارجع شمها. بعد ما ترجع تشمتها، خلاص شمتها، ارجع بقى دلوقتي حط عليها ميه جديده، يعني عطاء جديد اهو، شتاء جديد، هتلاقيها نضفت. مش هتنضف لان ده بقى مستنقع. النهر صفته البر، يعني ايه؟ يعني الميه فيه بتجري ما بتقفش. عندك طاقه مال، طاقه افكار، طاقه معلومات بتطلع كده، حياتك تبقى نهر، يبقى فيها حياه، يبقى في حركه في الامور. بص، اجذب براحتك، مارس تمارين جذب براحتك، كون متقن ليها براحتك، بس قوانين الله مش قانون واحد. ما تجيش تختصر الحياه كلها في قانون الجذب. في قانون التوازن، في قانون البر. في الواقع هي اسماء الله الحسنى كلها قوانين مرتبطه ببعض، بس في قوانين حاكمه القوانين. فاحنا نركز، ناخد بالاسباب، نتوكل على الله، نركز جوانا، نركز على نفسنا. الواقع كله ياتي كنتيجه. حبيت اشارككم جزء صغير من تجربتي، واحده واحده كده ان شاء الله كل فتره هشارككم جزء من تجربتي، ويعني نفسي اوصف لكم مشاعري وانا شايف العملاء معايا في جلسات زوج النفس وجلسات الانثى والذكوره، وهما بيتطوروا وهما بيحصل لهم تغيير وبيرتاحوا نفسيا. والله يعني انا يعني نفسي اشارككم. انا بحاول قدر الامكان انشر طاقه المحبه وطاقه يعني الفلاح اللي بيجيلي، تمام، لان نكون من عباد الله الشكور. بحاول قدر الامكان انشرها، بس مهما اوصف لكم اللي بيحصل لما الانسان، يعني انا جربتها الاول، يحصل له كده ايه، ارتياح ويتصالح مع ذاته، ويبقى القديم والماضي بالنسبه له مش مصدر الم، وعلاقته مع جسمه وعلاقته مع الاخر، ويبقى حاسس ان هو مستغني بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. بجد ما اوصف لكمش يعني شعور لا يوصف بمال ولا ينفع اوصفه كده يعني. فالشكر لله على علمه، والشكر لله على فضله. صباحكم جميل، وانا دايما بنوي الله، بدعي الله لكم بكل خير، ودايما برضو بعد كل تامل وكل صلاه وكل دعاء بحاول اشحن الطاقه بطاقه محبه، الصفحه بطاقه محبه وطاقه سلام. وما شاء الله ما شاء الله بجد الناس بتزيد وعي كتير في الصفحه، وعيكم بيزيد، وانا حاسس بطاقتكم. ربنا يزيدكم وعي وطاقه جميله يا رب، اللهم امين. صباحكم زي الفل.